الفتي زاد قوي اليومين دول. يعني مثلا الجواز دلوقتي عملوا له حاجه اسمها قايمه. طب حضرتك دي اساسا على الشريعه اليهوديه مش الشريعه الاسلاميه. يعني اليهود عندهم قايمه، المسلمين ما عندهمش قايمه، وهم كانوا عايشين هنا فانتوا خدتوها منهم، وانت دلوقتي موافق ان انت تجوز بنتك على الشريعه اليهوديه؟ حاجه مش عقلانيه. يجي تتفرج على مثلا واحد زي الدحيح عامل لك ازمه منتصف العمر، عامل لك حلقه 40 دقيقه ويقول لك هم بس اللي اتكلموا فيها، هم بس اللي بتجيلهم، هم بس اللي مش عارف ايه، دي اكتشفوها من اخر 100 سنه. حضرتك اقرا القران، حضرتك متكلم على سن ال40. اوكي، يعني ايه؟ يعني في سوره الاحقاف في الايه 15 اقراها، واضحه وصريحه، وبيكلمك على الحته دي بيحصل فيها ايه في البني ادم. اوكي، ان في تشينج، في حاجه هتحصل لك. طب ما هي مذكوره عندنا، ما ذكرتهاش ليه؟ يعني حاجه سهله جدا. ما تقوليش التيم اللي معاك اللي قاعد 40 عامل حلقه 40 دقيقه ما عرفش يسال تشات جي بي تي هو في حاجه في الاسلام تتكلم على سن ال40 وحاجه تتغير؟ هتلاقي تيجي تبص تلاقي واحد زي علي جمعه يقول لك ربنا ممكن يلغي النار، ما هو فعال لما يريد. حضرتك ربنا ازاي هيلغي النار وهو في القران بيقول لك بالظبط كده ما يبدل لدي القول وما انا ظلام للعبيد؟ ليه؟ لان بكل بساطه ما هو لو لغى النار، واحد زي فرعون هيروح فين؟ ركز معايا كده، فكر فيها بقى. هيخش الجنه يعني؟ ما هو خلاص ربنا ممكن يلغي النار على كلامك. طب لغى النار، فرعون هيروح فين؟ هيروح الجنه؟ ما هوش لوجيك، ما ده ظلم، في ناس وحشه. اوكي طب كويس قوي. فربنا بيرد عليك انت بالظبط كده بايه، انا مش عارف انت ما قريتهاش ازاي كشيخ. اوكي، ما يبدل لدي القول وما انا ظلام للعبيد. تفتكر بقى كانت في لوحدها كده؟ الايه اللي بعديها بيكلم جهنم، بيقول لي ايه جهنم؟ هل امتلأت؟ تقول لك ايه وهي بترد؟ بتقول له هل من مزيد. يعني انت ركز كده بقى، الدين بيقول ايه وانت جيت عند جهنم اللي انت بتتكلم عليها وبتقول بكل بساطه لا ده ممكن يلغيها. ده اسمه فتي. فيا جماعه كفايه فتي، احنا ممكن نقعد نفتي في كل حاجه. واحد زي الدحيح عمل لك حلقه برضو عن الانمي، عمل 15 دقيقه منها عن سبيس تون. طب حضرتك اساسا سبيس تون ملهاش علاقه بالانمي، لا ده كانت بتعرض كرتون. حضرتك ركز، سبيس تون دي شركه ايه؟ ترجمه وتوزيع. لو بتترجم افلام 6 اوكي وبتوزعها فهي بتعمل نفس الشغلانه. لو هي بتترجم افلام ثقافيه، لو بتترجم افلام دينيه، لو بتترجم، ترجمه وتوزيع، مش فارق المحتوى. فدي ملهاش دعوه اساسا بالحلقه، دي اوت اوف كونتكست. حضرتك عندك تيم قد كده بيعملوا ايه؟ والله العظيم بياخدوا فلوس ليه اصلا؟ بيشتغلوا ايه؟ ده عبط، ده اسمه عبط. يا جماعه ركزوا، ركزوا. الكونتنت فعلا اونلاين بقى زي الزفت. في واحد اسمه احمد عبد اللطيف، ده كويس قوي الصراحه، يعني بقى لي فتره بتابعه. الراجل بيقول حاجات تاريخيه، حاجات اسلاميه، حاجات محترم جدا. حلقاته طويله شويه بس على يوتيوب، بس اقسم بالله انا ما اعرفوش عامه يعني، عشان بس ما حدش يقول حاجه. الراجل ده بيتاكد من كل حاجه، يحط مصادر محترمه مش مصادر هبله زي بتاعت الدحيح اللي معظمها ما بيتكلمش عن الموضوع. بالمناسبه الدحيح عمل حلقه عن اللي هي الايماجينري نمبرز دي. انا درست ماث 10 سنين، اقسم بالله ما فهمت ولا كلمه. فلو سمحت ابعد عن الحاجات الماثيماتيكال عشان خاطري، انت ضايع فيها. يعني انت، انا بقول لك درست 10 سنين، انا درست المحتوى اللي انت كنت بتحاول تشرحه، درسته. حضرتك دخلت ناس تمتحن فيه اوكي وما فهمتش انت بتقول ايه اصلا. يعني مش اللي هو فهمت بس مش قوي، لا في غلطات، لا هو انا ما فهمتش حاجه خالص، صفر. شرحت حاجات ماثيماتيكال كويسه زي شرودنجر، وزي في حاجات ما دخلتش في الديتيلز بس زي الفل. بس ابعد عن الماث البحت اللي انت اتكلمت فيه ده اوكي. دي غير كده انا واحد بتابعك، انا مش ضدك، بس خلي الناس تتاكد من المعلومات. ما ينفعش ان انت تحط لي سكشن 15 دقيقه من حلقه 30 دقيقه عن سبيس تون وهي مش في الاندستري. انت كان في مليون حاجه تتعمل. انت السكتش ايه؟ السكتش ده حضرتك ايه؟ السكتش ده اي واحد بيتفرج على انمي اعمل بانكاي. حضرتك انا ممكن ابعت لك ريسيرش لو بانكاي ليك انت كدحيح كان هيبقى عامل ازاي، بباورز وسوبر باورز، ورحت راسمها وخد لك كادر. الكادر ده عشان تعمله ده الشغل. انت ايه المحتوى اللي عمال بيطير؟ يعني فعلا انت افلست، يعني عارف كلمه افلست؟ انت بتعمل محتوى بقى زي الزفت، مش متراجع، طويل جدا عشان تعمل فلوس اكتر. هو ده الايم، ان انت تعمل فلوس اكتر كده. انت بعدت عن التارجت ان انت تعلم الناس، ده حاجه زي الزفت اوكي. في حاجات غلطات مهوله. الانمي انت يا باشا ما عملتش حاجه، انت قعدت كلمت لي عن قضايا فرعيه وحسست الناس انه ده سكس. حضرتك انا بتفرج على انمي بقالي 25 سنه، انا ما شفتش بوسه. يعني انا بجد والله حد يشرح لي يعني. انا في واحد كلمني اتخانق معايا بيقول لي انا شفت حلقه الدحيح وانت كنت عاوز تخلي عيالي تتفرج على ناروتو والكلام ده اكيد في سكس.
بس الدحيح بيفهم بيحط المصادر، عمل لي كده. انت فاهم انت عملت ايه؟ انت فاهم انت ما وضحتش قد ايه الانمي دي. ما قلتش مثلا انت عمال بتجيب جيم اوف ثرونز في كل حلقه، عمال بتتريق على جيم اوف ثرونز. حضرتك انت ما قريتش ان الرايترز اساسا مشتقين نفس الروح بتاعت جيم اوف ثرونز كلها من ناروتو. الكروز ان هي اللي هتمسك في الاخر، دي حاجه احنا عارفينها من سيزون 2 بسبب ان احنا اتفرجنا على ناروتو. يعني ركز بس، ركز بس، انت مش عارف حاجه يعني. بجد والله العظيم انت معاك تيم كويس، انت بتقدم حلو قوي، دمك خفيف فشخ بصراحه، وانا بحب اتفرج عليك. ممتع في ان انا استرجع معلومات في حاجات كتير زي الفل. بس والنبي التيم بس ده يعني ايه، خليه يفوق، خليه يفوق كده، اديلهم قلمين كل واحد على وشه، خليه يفوق. مفيش حد بيعمل حاجه، دي كاميرا ثابته، يعني المعلومات هي المهمه.